السلام عليكم بنات، يا بنات يا بنات يا بنات، يلّي كلكم حلوات وكلكم غزالات وكلكم فنات، وكلكم تستاهلوا ليا أجمل ما في الحياة. رجعتكم معكم أختكم شمع بفيديو جديد، إن شاء الله غادي نشارك معكم تقسيم الميزانية ديال شهر 12 بإذن الله. وقبل ما نبدا معكم التقسيمات غادي نصليو جميع على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمدًا وعلى آله وصحبه أجمعين. إذًا على بركة الله غادي نقسّم معاكم المصروف ديال 5000 درهم، 500 أورو لشخصين، أنا وفالنتينو ديالي. إذًا هنا بديت بالتوابِت، التوابِت اللي داخل فيها السكر، الزيت، قهوة، أتاي، طحين، مواد التنظيف، المعجنات، القطاني إلى غير ذلك. فهنا حطيت لها المبلغ ديال 50 أورو اللي هي 500 درهم. فهاد ال500 درهم ممكن نوفّر منها، علاش؟ لأنني أنا كنعتمد على بيت الخزين، بيت الخزين تبارك الله راني شاركته معاكم، ما شاء الله تبارك الرحمن راه فيه كل شي تقريبًا. إذًا هاد الشي علاش كنقول لكم ركّزوا على بيت الخزين وتهلاو فيه. والظرف ديال اللحوم راه فيه 600 درهم، كناخذ فيه الدواره كامله بالقلب بالكبده بالشحيمه ديالها بالريه، كناخذ فيه طويحنه صغيورين ديال الغلمي، كناخذ كذلك الدجاج، الصدر ديال الدجاج، وكناخذ واحد جوج دجاجات كاملين، وكناخذ الحوت الاسماك البيضاء والكروفيت. بالنسبه للحوم الحمراء كناخذ كيلو ديال اللحم للطاجين، وكناخذ الكفته والمرقيس كيلو كيلو. وبالنسبة للكوتليت كناخد كيلو ولا نص كيلو على حسب، حيت المجمد ضروري كيبقى لي فيه اللحوم ضروري من الشهر السابق. مثلا هاد الشهر هذا مازال ليا الكفته، مازال ليا اللحم، مازال ليا الحوت، مازال ليا الصدر ديال الدجاج. فملي كنعولوا على المجمد وعلى بيت الخزين راه الشهر كيبقى كيكمل لينا شهر. وبالنسبه للظرف ديال الخضر والفواكه دايره لها 400 درهم اللي هي 40 اورو. بالنسبة للفواكه كناخدها متى تكون فيها تخفيض، راه كتبقى لي في الثلاجة مدة ديال شهر وشهرين، كتبقى في الثلاجة الفواكه ما كيوقع لها حتى شي حاجة. كذلك الخضرة ملي كتكون رخيصة نديرها مصبرات، كنصبرها وكنديرها في المجمد، فراه مازال عندي يعني لا لقيت شي حاجة غالية راه ما كنشريهاش، حيت كتكون ديجا راه عندي موجودة الحمد لله. ثم عندي بيت الخزين اللي دايره له 60 اورو اللي هي 600 درهم. هاد بيت الخزين هذا فوقاش كنتقدا له، كنلقى شي بروموسيون، كنلقى شي بروموسيون كنطيح عليها وكنتقاداها، يعني طيله الشهر كامل هاد 60 درهم فيما نلقى شي بروموسيون كناخذها. وبطبيعه الحال كناخذ المسائل اللي فيهم التاريخ بعيد، اللي كتصبر، اللي ما كتخسرش، اللي ممكن تحط في بيت الخزين. وهنا الطوارئ دايره لها 10 اورو اللي هي 100 درهم. وهنا الترونسبور، هاد الترونسبور كيدخل فيه الا بغينا نمشيو لشي مدينه هكذا بعيده علينا 100 كيلومتر ولا 60 كيلومتر ولا هذا، نديرو شي دويره فيها ولا نتساراو فيها، كندير الترونسبور كندير له 20 اورو اللي هي 200 درهم. هنا الملابس وماشي كل نهار كنشريو الملابس ولا شي حاجه، المهم الملابس غادي ندير لهم حتى هما 20 اورو، حيت راه ماشي كل شهر كنشريو الملابس، كتجمع شي على شي على شي، وشي نهار ممكن نشريه ولا شي حاجه. هنا عندي بسمه امل دايره لها 5 اورو، وعاد لا بقى لي شي صريف اخر الشهر راني كنحطو فيها 5 اورو اللي هي 50 درهم. عندي ذهبيه كنزل فيها 500 درهم اللي هي 50 اورو. وعندي مريزيق اللي كنحط فيه 100 درهم اللي هي 10 اورو. وبالنسبه لهاد الظرف هذا اللي كتشوفوا فيه الفلوس، هذا ملي كنقسم الاظرفه كامله داك الفليسات اللي كتبقى لي كنحطها في هاد الظرف هذا، حتى جيت بنا شي حاجه كنهزها ما احتاجتهاش، كتبقى لي ادخار ديال الشهر. ودابا كل ظرف غادي نحط له داك التقسيم ديالو. هذا الظرف ديال التوابيت اللي حطيت فيه 500 درهم اللي هي 50 اورو. والظرف ديال اللحوم والاسماك والدواجن اللي دايره فيه 60 اورو اللي هي 600 درهم. وغادي تكفاني ان شاء الله، لانني كنعتمد على المجمد اللي راه مازال تبارك الله فيه الخير. ودابا جانا الظرف ديال الفواكه والخضر اللي انا مخصصه له 40 اورو اللي هي 8000 ريال 400 درهم. والظرف ديال بيت الخزين
600 درهم. ركزوا ليا على الظرف ديال بيت الخزين، تهلاو فيه، حيت الا تهليتوا فيه غادي يتهلا فيكم، ونهار اللي غادي تكونوا محتاجين غتلقاوه في كتافكم تستندوا عليه. وبيت الخزين فوقاش كنخسر فلوسو ملي كتكون لي بروموسيون. ملي كتكون لي بروموسيون كناخذها وكناخذ بزايد، يعني كطيح عليا رخيصه. الوقت اللي كتغلى ما كنقرب ليها ما كنزيد ليها. وهاد 10 اورو اللي هي 100 درهم للمستجدات والطوارئ، وكنتمناو المستجدات ديالنا تكون ان شاء الله كلها افراح ومسرات. وال 20 اورو ديال الترونسبور اللي هي 200 درهم. كيف ما قلت لكم، لا جاتنا شي خريجه ولا هذا كنلقاوها محطوطه ومجموعه 20 اورو على 20 اورو، كترجع فليسات صحيحه. وبطبيعه الحال حنا ما كنسافروش كل شهر، ولكن الشهر اللي كيكتبوا كنسافروا فيه كنلقاو فليسات تجمعات الحمد لله، بلا ما نفكروا، بلا ما نتمحنوا، بلا جيبنا ما يخوى ولا الكونط ديالنا يخوى. و20 اورو ديال الترفيه اللي هي 200 درهم، ملي كنبغيو نرفهوا على راسنا نمشيو لشي ريستورون ولا شي حاجه كنلقاوها. والظرف ديال الملابس درت له 20 اورو، ما كنشريوش كل شهر الملابس، كتبقى كتجمع حتى لا احتاجينا شي حاجه ضروري، اولا لا السولد. كتعرفوا هنا السولد راه كيكون عندنا زوين، كنلقاو فليسات مجموعه باش ناخذوا داكشي اللي بغينا ديال العام. وهنا بقات ليا بسمه امال ومرزق وذهبيه. وغادي نبداو ببسمه امل لكل شهر. اول شهر كنحط فيها 5 اورو اللي هي 50 درهم. هنا خاصني ضروري نحلها، حيت غادي ندير فيها 50 درهم ورقه ما كتدخلش يعني بلا ما تحل. فكيف ما تنقول لكم دائما ديك البركه ديال المصروف ديالكم ضروري في اول الشهر، اولا في الكنزه ولا في الاسبوع، كل واحد والرزيق ديالو كيفاش كيشدو، تخرجوا عليها واحد الصدقه باش ربي يجعل لكم البركه. وانا هاد بسمه امل هي ان شاء الله اللي غادي نجمع فيها داك الصبيديقه اللي ديال كل شهر، حيت انا هنا كنسكن في فرنسا، ما عنديش لما نعطيها، خصني ضروري حتى نمشي للمغرب ان شاء الله، وباذن الله غادي تكون من نصيب شي حد اللي غادي يكون فعلا محتاجها. وكيف ما تنقول لكم في اخر الشهر متى يبقى لي شي صريف كنحطو فيها، الصرف اللي كيبقى لي كنحطو فيها. فالحبيبات ديالي راه داك المصروف كله اللي كنصرفوه كناكلوه وكيمشي، والشهر الجاي خصنا نصرفوه عاوتاني وناكلوه ويمشي، والشهر اللي موراه. لكن الصدقه ما عمرها ما كتضيع، دائما كتبقى ديك الصدقه ما نقص مال من صدقه، كتزكي لكم الرزيق ديالكم وكتجعل لكم فيه البركه وكتدفع البلاء وكتدفع المرض. الصدقه راه شي حاجه اللي هي عظيمه عند الله، ضروري تحافظوا عليها. ودابا الصنيديقه اللي انا سميتها ذهبيه، الصنيديقه اللي كنحط فيها 50 اورو في كل شهر. اول الشهر كنحط فيها 50 اورو. هاد ال 50 اورو هي التعب ديالي انا ديال الشهر كامل، والتماره ديالي والتخمام والتفكير والثقه ديالي اللي كنمشيو نضرب تماره. خصني ضروري ديك ال 50 درهم نخليها باش نكافئ بها راسي، وان شاء الله غادي نشري بها دهي بلا كتاب وغادي نتقاسموا معكم. والا بقى لي في اخر الشهر شي فلوس، شي 50 اورو زايده، يعني زايده يعني الشهر بقى لي فيه فليسات، حتى هي كنزيد نحط فيها. راني حطيت معكم فيها شي يومين ولا 3 ايام، حطيت فيها واحد 50 اورو، لان تبارك الله بقى لي الفلوس من الشهر. وهاد الصنيديقه اللي انا مسميها مريزيق اللي كنحط فيها 100 درهم اللي هي 10 اورو كل شهر. فكنتمنى اللي مازال ما دارتش صنيديقه وجحيحه تشري جحيحه ولا جوج ولا ثلاثه ودير فيهم داكشي اللي كتب الله كتير ولا قليل، راه غادي تنفعكم اكيد في المستقبل القريب او البعيد. وهنا من بعد ما فرغت الاظرفه بقات لي 155 اورو، غادي نحطها بوحدها. الا انا احتاجيت منها يعني في خلال الشهر كنهز منها، ما احتاجيتش منها فراه كيبقى ادخار حتى هو ديال الشهر. وهانتوما غادي تشوفوا معايا شحال بقى ليا ديال الادخار من شهر 11. كيف ما كتشوفوا بقات ليا 70 اورو، 700 درهم، حتى هي دايره لها الظريف ديالها. فيما تيبقى لي في اخر الشهر شي بركه كنحطها في الظرف الاول اللي هو ديال الادخار. فإلا بغيتوا تدخروا وتوفروا فليسات، ضروري تقسموا فليساتكم، ضروري تقلبوا على الهميزات، على لي بروموسيون، ضروري تعرفوا كيفاش ديروا تسيروا راسكم وتلتزموا بالاظرفه ديالكم ما امكن باش يمكن لكم توفروا فليسات. ودابا ساليت التقسيم ديالي معاكم يا بنات يا بنات يا بنات، يلي كلكم حلوات وكلكم غزالات وكلكم فنات. كنتمنى انكم تستافدوا من هذا لا فيديو هذا، وانتظروني في اخر الشهر مع هذا التقسيم باش نشوف واش وفرت منه اولا زدت خسرت فليسات. اذا البنات كيف ما حنا عطينا التقسيم حقه، وعطينا الاظرفه حقها، وعطينا الجحيحات حقهم،
وكل حاجة فكرنا فيها وعطيناها حقها، فبقات لنا واحد الحاجة مهمة اللي تاهي خصنا نعطيوها حقها، اللي هو كتاب حياتي. هذا الكتيب غادي نسميه كتاب حياتي. هذا الكتيب اللي كنسجل فيه الاخطاء ديالي والهفوات ديالي والذنوب ديالي. كنا كنخطئوا، كنا كنديروا الذنوب، كل شيء، حتى شي واحد ما معصوم من الخطا. ولكن اختي الحبيبه ديالي، الا خديتي شي دفتر بحال هذا وبقيتي كتسجلي فيه الهفوات ديالك والاخطاء ديالك، كوني على يقين انك غتبقاي ديري احتياط وديري، تخافي انك تذنبي. تقدر تجيك شي ذنوب يعني بالسيف عليك، ولكن كوني متاكده انك غادي تكوني حاضيه راسك، ماشي بحال غدا غير هكذا على الله وصافي. ملي كتكوني كتكونترولي راسك، فكوني اكيده انك غادي تخفي من الهفوات ديالك ومن الاخطاء ديالك. فاي خطا اخطاتيه رجعي لهذا الدفتر هذا وكتبيه وتبعيه بالاستغفار وبالصدقه. تصدقي داكشي اللي كتب الله، تصدقيه واستغفري الله. انا هنايا كنقيد، يعني داكشي اللي غادي نصدقو كنقيدو درهم، 2 دراهم، 3 دراهم، اورو، داكشي اللي كتب الله كنقيدو، وان شاء الله حتى نمشي للمغرب وغادي نصدقو في سبيل الله باش نغسل به الذنوب ديالي. وكنتمنى انكم تاخذوا هذه الفكره بجديه، حيت هذا الكتيب هذا غيكون عندكم كمنبه، كينبهكم كل ما كتخطئوا تمشيو تسجلوا، صافي كتبقاو تحاولوا ما امكن انكم تنقصوا من الاخطاء ديالكم. تبعوا الخطا ديالكم بالصدقه، يعني كتمسحوا داك السيئات بالحسنات. خوتي واخواتاتي، كنطلب من الله السميع العليم ان يغفر لي ولكم ويهدينا الى ما فيه الخير لنا في الدنيا وفي الاخره. وغادي نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كنضرب لكم موعد في فيديو قادم بحول الله.